أولا وقبل كل شيء نحيطكم علما متابعينا الكرام بأننا سنضع عدة مسابقات في القناة، لذلك نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم جديد أخبارنا ومسابقاتنا في القناة، ولا تنسوا ضغط زر اللايك. نشرة جديدة نبدأها من إسبانيا، حيث كشفت قناة بيان سبورت عن توصلها لمعلومات مؤكدة حول قرار نيمار دا سيلفا بمغادرة برشلونة في الصيف الحالي من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. القناة التلفزيونية التي يتولى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إدارتها وضحت في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن نيمار قرر الرحيل عن برشلونة، وإدارة النادي يبدو أنها تعلم بذلك. وازداد الحديث في الساعات الماضية في وسائل الإعلام داخل كاتالونيا عن حسم انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، خصوصا من قبل صحيفة سبورت، وهو ما أكدت عليه صحيفة الوطن التي وضحت بأن البرازيلي سيخضع للفحص الطبي في أكاديمية أسباير خلال الساعات القليلة المقبلة. وتبدو الشائعات حول إمكانية إعلان سان جيرمان نجاحه في التعاقد مع نيمار دا سيلفا في موعد أقصاه غدا الأربعاء، فيما من المفترض أن تكلفه الصفقة مبلغ 222 مليون يورو. يتعرض الويلزي غاريث بيل لانتقادات حادة من قبل جماهير ريال مدريد الإسباني بالوقت الحالي بسبب بدايته البطيئة في الصيف وعدم قدرته على تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو. ريال مدريد تلقى هزيمتين في اللقاءات الودية وتعادل في مباراة أخرى، فيما لم يقدم الويلزي أي شيء يذكر على أرض الملعب ولم يساعد فريقه على تجنب الهزائم، وهو ما عرضه لانتقادات جماهيرية وعالمية حادة. صحيفة آسا الإسبانية وضحت في أحد تقاريرها التكلفة الباهظة جدا لغاريث بيل منذ مجيئه لريال مدريد، حيث وضحت بأنه منذ عام 2014 يكلف كل هدف يسجله مليون يورو، بينما انتقل إلى ريال مدريد صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو. كما أن ريال مدريد يدفع كمعدل سنوي له ما يقارب 34.8 مليون يورو كأجر إجمالي شامل للضرائب. وفي الأخير نرجو من مشاهدينا الكرام الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد القناة، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم.